وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: ومن حكم بحكم التوراة والإنجيل واعترض عن القرآن بهما فإنه مشرك بالله مرتد عن دين الله بإجماع العلماء. سبحان الله. الإمام ابن حزم يحكي الإجماع على من حكم بحكم الله المنسوخ فإنه كافر بالإجماع، فكيف يحكم الآن بآراء اليهود والنصارى وملاعين البشر؟ فكيف يحكم الآن بسياسات النصارى وبنظام هيئة الأمم ومجلس الكفر الدولي؟ ماذا يكون حكمه؟ هذا يكون أخبث من إبليس وأكثر منه. يقول من حكم بحكم الله، من حكم بحكم الله المنسوخ واعترض عن القرآن بذلك حيث ألغى القرآن قد يحكم بالتوراة والإنجيل يكفر بالإجماع. والذي يحكم الآن بسياسات بوش سياسة ملاعين البشر لا يكفر. سبحان الله. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا من الضلال الموجود الآن في عصرنا هو سبب الأرجع، سبب هذا الأرجع الآن. في ناس عنده أرجع عظيم يقول كفر من كفر، هذا ضلال وانحراف، هذا كفر أكبر. إذا ألغى الشرع وأبطل الشرع فهذا كفر أكبر.